ما تيجي نسمع كده يا عزيزي الاستاذ عمرو اديب وهو بيقذف جبهة نفسه بنفسه بسبب احمد سعيد زيزو. اسمع كده بيقول ايه. جماعه طاهر لغايه من سنه كان الاهلي مش هيلعبوا كوره. في حد عنده معلومه غير دي؟ كان اعظم انجاز عمله طاهر محمد طاهر السنه اللي فاتت لما كان شايل الكاسيت في اغنيه سطلان، مع احترامنا ليه، بس انت بتقارنه بزيزو. وانا عايز اقول مجلس اداره الزمالك، احنا عندنا كام زيزو يا جماعه؟ يعني حتى اما تبص للمنتخب كده، هو في صلاح في زيزو. اديك قلت اهو يا استاذ عمرو، شايل الكاسيت لما كان فايز بدور الابطال، دور الابطال اللي طاهر محمد طاهر كسبها 3 مرات، اما زيزو ما كسبهاش ولا مره مع نادي الزمالك ولا مع اي فريق. دي نقطه. النقطه الثانيه ان حضرتك ما ينفعش اصلا تحجر على راي الناس، مع احترامنا لزيزو موهبته الكبيره واحترامنا لطاهر وموهبته الكبيره، برضو لازما كل واحد وله راي. انا شايف ده احسن من ده، ده ما يزعلش ده وده ما يزعلش ده. واحد شايف طاهر كويس ما يزعلش زيزو ولا يزعل حضرتك، انت شايف زيزو كويس برضو ما يزعلش حد تاني ولا يزعل طاهر. عادي جدا، كل واحد شوف اللي هو عايزه، بس بالطريقه دي حضرتك بتحجر على اراء الناس. ما ينفعش نتكلم في المطلق كده وكأن زيزو ده لا، عادي جدا. مش كده ولا ايه؟ لايك وشير اللي جاي كتير.